ويا هلا والله، اليوم بسوي معاكم معمول العيد بطريقة مرة سهلة. المكونات جدا بسيطة. راح نستخدم أول شيء السميد راح يكون السميد الناعم، شايفين كيف شكله اللي مثل الدقيق. راح نضيف 4 أكواب من السميد، كوب من الدقيق، ملعقتين كبيرة من حليب الباودر، رشة ملح، نصف ملعقة صغيرة من الباكج باودر، ملعقتين كبيرة من السمسم المحمص، ربع كوب صغير من الزيت، ربع كوب سكر مطحون. وهنا أهم شيء تقريبا كوب كامل من السمن الحيواني مع إصبعين من الزبدة، اللي هي زبدة 100 جرام الوحدة، يعني تقريبا 200 جرام على كوب سمن حيواني. أهم شيء يكون نوعية السمن حيواني، ما يكون نباتي لأنه أفضل. تقريبا سخنتهم إلى ما قبل درجة الغليان بشوي، وأضيف ملعقتين من اليانسون، ملعقة ونصف من الشومر، ربع ملعقة صغيرة من المحلب لهذه المكونات، ورشة هيل شي بسيطة. راح أخلطهم وأرجع لكم، وأضيف بهارات اللي طحنتها ونقلبهم سوا. هنا خلاص شايفين قلبتهم مع بعض. حاليا بضيف الموية الدافية. طبعا الموية نضيفها بالتدريج ونقلب. أول ما تتكون عندي العجينة تكون متماسكة وممكن نشكلها، خلاص نوقف من إضافة الموية. وهنا بعد ما عجنت العجينة شوفوا كيف خلاص حاليا تتشكل معي بكل سهولة. ويلا نسوي التمر بطريقة مرة سهلة. هنا بعد ما فتحت التمر بهذه الطريقة أضيف تحتها سفرة. مرة هذه الطريقة حلوة لعجن التمر بدون ما يمسك باليد أو يلصق. أضيف عليه سمن أو زبدة براحتكم. راح أضيف البهارات، شوي من اللي طحنتها من شوي، وعليها شوي من القرفة إذا حابين تضيفوا أو لا، ورشة هيل. وخلاص بهذه الطريقة راح نعجنها. ناخذ السفرة ونقفل عليها ونبدأ نعجن بهذه الطريقة، لا تلصق باليد ولا بأي شيء ثاني. شوفوا كيف تنفك معنا بكل سهولة. حاليا خلاص تكون جاهزة معنا. هنا كورت العجينة عبارة عن 22 جرام، والتمر كورته على 11 جرام تقريبا. ويلا نبدأ نشكل. هنا ناخذ من العجينة وناخذ من التمر ونشكلهم. راح نصلح كعك ومعمول بنفس العجينة. وهنا شوفوا تبارك الرحمن جهز عندنا كعك الأساور. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء مو طبيعي. شوفوا كيف هش من الداخل، شوفوا كيف الطراوة تبارك الرحمن. شوفوا كيف تبارك الرحمن.